السلام عليكم متابعينا الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ هل تختفي مدينة الاسكندرية في المستقبل يا جماعة؟ تابع معانا الفيديو للنهاية ويا ريت اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الكل عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. اختفاء مدينة الاسكندرية في المستقبل ما اثار قلق وحزن عدد كبير من سكان مصر، خصوصا بعد تصريح رئيس الوزراء البريطاني الاسبق بوريس جونسون باختفاء مدينة باكملها منها مدينة الاسكندرية. وسمعنا تصريحات كتير يا جماعة. اختفاء الاسكندرية في المستقبل ورقا بسبب تأثيرها بارتفاع درجة الحرارة والتغيرات المناخية، بأن منسوب سطح البحر بيهدد منطقة الدلتا بشكل عام وخاصة عروسة البحر الأبيض المتوسط. وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن المحافظة تتولى ملف حماية الشواطئ اهتماما كبيرا، وذلك من خلال التعاون من وزارة الموارد المالية والري ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ. لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى حماية سواحل المحافظة من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، لافتا إلى أن المحافظة تبذل جهد كبير في سبيل تطوير شواطئ المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل اقتصاديا وسياحيا، بالإضافة إلى حماية الأفراد والمنشآت والاستثمارات من مخاطر التغيرات المناخية. وأوضح محافظ الاسكندرية أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ نفذت العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الاسكندرية، والتي تبلغ إجمالي تكلفتها 969 مليون جنيه. وشاطئ السيدي بشر قدام حضراتكم اهو يا جماعة، زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني مبقاش فيه شاطئ خالص تماما. أنا قلت أجي أصور لحضراتكم برضو من أرض الواقع عشان تشوفوا الدنيا فيها إيه. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله الفيديو يعجب حضراتكم. خليكم معايا بقى وكملوا الفيديو للاخر. خليكم معايا بقى يا جماعه اوري لحضراتكم الشاطئ المفتوح في سيدي بشر. شاطئ سيدي بشر والدخول ب 15 جنيه، هو ده الوحيد المفتوح يا جماعه، وبقيه الشواطئ تم قفلها زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو. الشاطئ يا جماعه اللي هو يعتبر في وش المسجد على طول، تمام اهو يا جماعه اللي قدام حضراتكم ده. وسعر الدخول الفرد يا جماعه 15 جنيه. والشاطئ يا جماعه قدام حضراتكم هو، يعني جميل مش وحش برضه يا جماعه، واسع برضه وجميل. واسكندريه يا جماعه في الصيف شكل وفي الشتاء شكل تاني خالص. يعني الناس بقى اللي بتحب الهدوء وبتحب الجمال يا جماعه، بص المنظر عامل ازاي، والميه نضيفه وكل حاجه نضيفه في الشتاء. في الصيف بقى انتوا عارفين الدنيا بتبقى عامله ازاي يا جماعه. هسيب بقى حضراتكم يا جماعه تعيشوا مع الاجواء الطبيعيه دي، وان شاء الله تنتظروا مني فيديو جديد. سلام واشوف حضراتكم على خير.